النهارده هنتعرف على برنامج مهم جدا وهو برنامج سيمي ريلي. البرنامج ده مهم جدا لكل فنيين او مهندسين الكهرباء والكنترول او التحكم. لان البرنامج ده بيعمل على محاكاة الواقعية للوحات الكنترول، وبيخليك ترسم دايرة بكل واقعية وتشغيل، بدل ما تشتغل عملي او تبوظ اجهزة او كونتاكتورات او ريليهات او مواتير. ده بيخليك تشتغل عملي بكل سلاسة جدا بكل واقعية وسهلة جدا. وان شاء الله نبدأ نفتح البرنامج. الجزء الاول اللي هو عندك تحت ده، وده بيكون جزء فيه كل العناصر اللي بنستخدمها في كلاسيك كنترول، سواء باور، كهرباء، فازات عندك اهي. ده فازة L1. تمام. دي فازة L2 بتفضل دايس عليها دوسة مطولة عشان تصل لك الاسم. فازة L2. تمام. عشان تضيفها بتدوس كده عليها دوسة عادية. ولو عايز تكبر او تصغر عادي كأنك بتكبر وتصغر صورة. عشان تتحكم فيها تمام بتدوس عليها كده. عايز تحذفها بتدوس على ريموف فوق كده. في عندك باقي العناصر، كويل، كونتاكتور. تمام. عندك برضو التايمرات. تمام. ده فلاشر، ده تايمر اوف ديلي. تمام. عندك برضو النقاط المفتوحة والنقاط المقفولة، نورمالي اوبن، كونتاكت. دي سواء بقى الكونتاكتور او ريلي. تمام. انت بتحددها بعدين، هعرفك ازاي دلوقتي. عندك سيلكتور. تمام. عندك عناصر كتيرة بنستخدمها، سواء الامرجنسي اون، ده الرمز بتاعه. عندك برضو النقاط الرئيسية بتاع الكونتاكتور. تمام. لدوائر الباور. عندك حاجات كتيرة. تمام. ده كان بالنسبة للجزء اللي هو اللي تحت. بالنسبة للجزء اللي فوق اللي هو ده، عندك أول حاجة اللي هو البلاي. ده اللي هو بيختبر الدايرة، اللي هو بعد ما ترسم الدايرة خلاص بتبدأ تعمل محاكاة ليها. عندك الفاليو. ايه الفاليو ده؟ هعرفك. يعني مثلا لو انت عندك مثلا عايز تضيف كونتاكتور، الكونتاكتور ده انت عايز تغير اسمه. يعني انت مثلا انت عندك دايرة كبيرة فيها كذا كونتاكتور، انت عايز مثلا تضيف كونتاكتور جديد وعايز تغير اسمه. فبتبدأ تدوس عليه دوسة عادية كده، وتبدأ تدوس على فاليو اللي هي دي. تمام. تمام. انت عندك الكونتاكتور ده اسمه كونتاكتور ايه؟ كونتاكتور واحد. تبدأ تغير رقم مثلا اتنين كده، كونتاكتور اتنين. لو هتضيف كونتاكتور تالت تضيف كونتاكتور تلاتة، وهكذا يعني. وبالنسبة للعلامة دي اللي هي روتيت، دي بتدور العنصر او بتلف العنصر الناحية التانية. يعني مثلا كده تدوس على العنصر كده بتلفه الناحية التانية، او هكذا يعني. بس فهي واجهة بسيطة جدا. تمام. نبدأ نعمل دايرة بسيطة. أهم حاجة تدور عليها في الأول هي مصدر الكهرباء، فازة ونيوترال. تمام. ادي النيوترال نلفه كده، وادي الفازة. تمام. تمام. نيجي مثلا نضيف بوش بوتون. ده ده بوش بوتون اون اهو. عايزين برضو بوش بوتون اوف. تمام. عايز تصغر برضو هتصغر معاك اهي. تمام. طب ازاي نوصل البوش بوتون بالمصدر الكهرباء، وازاي نوصل الدايره ببعضها؟ تبدأ تدوس على النقطة دي اللي هي رقم اتنين مثلا بالنقطة رقم تلاتة. تمام. والنقطة رقم أربعة بإن، وهكذا يعني. توصل نقطة بنقطة، اللي واحد برقم واحد، وهكذا. انت عايز ترجع عملت خط انت وعايز تمسحه، تبدأ تدوس على الخط ده وتدوس على ريموف. تمام. دلوقتي احنا عايزين نضيف كونتاكتور. ادي كونتاكتور اهو، كويل كونتاكتور. تمام. عايزين نعمل لاتش. اللاتش اللي هو بيحافظ على ان الكونتاكتور يفضل شغال حتى بعد ما تسيب البوش بوتون في نقطة مفتوحة. تمام. كونتاكت اون. اللاتش بيتعمل على البوش بوتون اون. تمام. ملحوظة بس بسيطة، اسم اللاتش او اسم النقطة المفتوحة. هنا انت عندك النقطة اسمها K1. تمام. K1. وده مش هيمشي مع الكونتاكتور. انت عندك الكونتاكتور اسمه KM1، لازم النقطة تكون بنفس الاسم بتاع الكونتاكتور. تمام. فتبدأ تدوس عليها دوسة كده عادية، وتروح على فاليو، وتدوس على كلمة تاج. التاج دي بتغير لك النقطة دي، سواء بقى هي كويل بتاع ريلي أو كويل بتاع كونتاكتور أو كويل بتاع تايمر أو كويل بتاع فيوز. تمام. فبتبدأ تختار بقى من هنا. احنا كده عايزينها كويل كونتاكتور، نخليها كي ام. لو مثلا الكونتاكتور اللي عندك ده كي ام اتنين والنقطة كي ام واحد مش هتشتغل برضو عليه، فبتضطر ان انت تغير الارقام من هنا. هو النمبر سواء اتنين او تلاتة او اربعة. انت عندك دي رقم واحد فنخليها رقم واحد.
بس دي كانت دايرة بسيطة. نعمل بقى دايرة التحكم. نجيب مصدر 3 فاز فوق كده، نبدأ نخليه ندوره. تمام. نجيب برضو انت عندك هنا كونتاكتور M1، نبدأ ندور على نقاط الكونتاكتور اهو، كونتاكتور 3، يبقى هو ده. تمام. تبدأ تخليها هنا كده وتوصل النقاط ببعضها برضو. تمام. نبدأ نجيب محرك 3 فاز ونوصله. تمام. نبدأ نجرب الدايرة اللي احنا عملناها دي. ندوس على بوش بوتون اون، تلاقي الكونتاكتور اشتغل ووصل هنا في المحرك اهو. ندوس على بوش بوتون اوف، يفصل الكونتاكتور ويفصل المحرك. تمام. طبعا عشان نجرب برضو اختبار بسيط، نشيل اللاتش. هتشيل اللاتش من هنا، تبدأ تجرب. لازم انت كده شلت اللاتش، فلازم تفضل دايس على ايه، على البوش بوتون عشان الموتور يفضل شغال. تمام. بس فدي كانت دايرة بسيطة جدا، حبيت بس اشرح او اعرفك ازاي البرنامج بيشتغل او ازاي بتصمم الدايرة عن طريق البرنامج. وقدام ان شاء الله نكبر الصورة ونشرح على دوائر اكبر ان شاء الله. سلام.